توكلنا على الله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله علي العظيم. يا صباح الفل وصباح الرضا وصباح السعاده وصباح كل حاجه حلوه على احلى متابعين في الدنيا. يا صباح الرزق وصباح الرضا وصباح التفاؤل. طبعا النهارده الجمعه جمعه مباركه علينا وعليكم وعلى الامه العربيه الاسلاميه بخير وفي اتم الصحه وفي اتم الحال. طبعا واحنا بنعزي من الشهداء جسمي يا عبد يا اخويا، بنعزي الشهداء طبعا ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجعلهم من الابرار والصديقين، وربنا يصبر اهاليهم. طبعا دي يعني حاجه صعبه جدا 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 جدا. دخلت كبير بيلعب يا زلمه، حاجه صعبه جدا جدا فعلا، وربنا يصبر قلوب ام الشهداء. وطبعا هم محتسبين عند ربنا يعني مع داخلين الجنه ومع النبي عليه الصلاه والسلام. وكل سنه وانتم طيبين بدخول طبعا العيد الكبير علينا، ربنا يجعله كده عيد الهنا والسعد والفرح، وربنا كده يرجع كل غريب ويطمن كل قلبها مجروح على ضناها، ويرجع كل واحد كده البيت والاهل والعيال وسالم غانم. النهارده هتعملي ايه يا علا؟ النهارده الجمعه طبعا يوم اجازتي من الشغل، وحابه النهارده ان انا اريح ام عبده بقى كتر خيرها، وما ريحتهاش والله عشان ابقى للامانه انا ما ريحتهاش برضه. انا قمت من النوم لقيت غسله الرز وسلقه فاصوليتنا ومغضبه فراخنا، انا بس ما عليا هولع البوتاجاز فقط لا غير. فادعوا لامي ربنا يديها الصحه والعافيه وطولة العمر، اللهم امين يا رب العالمين. ويلا بينا يا احلى متابعين نشوف هنعمل ايه في المطبخ. وقبل اي شيء انا بشكر كل واحده بعتت لي كومنت حلو على الفيديو اللي انا عملته، وطبعا انا مبسوطه جدا 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 ان انتوا طبعا شجعتوني وابهرتوني، والمحتوى بتاع الفيديو بتاع المقلب بتاع ام عبد لبد عليكم حبايب قلبي، وربنا كده يجعلكم كده تاج على راسنا يا احلى متابعين ويا احلى اخوات ويا احلى اهل في الدنيا. يلا هنعمل ايه؟ يلا نولع البوتاجاز. احنا بنعمل ايه بقى؟ ده الرز بتاعي اهوت انا ولعت عليه لان طبعا صلاه الجمعه بتكون، ومعايا كان معايا 3 بصلات صغيرين انا خرجتهم. طبعا انتوا عارفين التسبيكه بتاعتي بتبقى عامله ازاي يا حبايبي اهو. وهسبك ليه؟ طبعا انا هسبك للمكرونه وهسبك للفاصوليا بتاعتي اهي. شوفوا هصفر البصله بتاعتي لان الجو النهارده حر بطريقه رهيبه جدا جدا جدا، فانا هصفر البصله بس واحط الطماطم بتاعتي علشان خاطر ما تعملناش لهلبه. هعمل بقى مكرونه وهعمل فراخ وهعمل رز وهعمل فاصوليا. ده يبقى غدانا النهارده حبايب قلبي. استنينا طبعا احنا عملنا الفراخ طبعا ام عبده بقى اللي عملت الفراخ عشان ما اكذبش عليكم، وزي ما قلت لكم انا هقول لكم للامانه انا قمت من النوم لقيتها مجهزه كل حاجه، بس انا عليا ايه؟ انا بقى اللي هطبخ وشطه بالمطبخ النهارده كده يكتر خيرها طول الاسبوع. طبعا هي اللي شايله البيت وهي كل حاجه بتعملها، يعني انتوا عارفين ظروفي وعارفين شغلي. ادي السمنه بتاعتي انا حطيت معلقه سمنه اهي، وبسم الله الرحمن الرحيم. فين المستكه والحبهات؟ فين الغطا بتاع الرز؟ مفيش حاجه غلط الفيديو. واحط بقى مستكه وحبهان واحط ايه بقى؟ ونحط ورقه لورا، ودي هيبقى النهارده غدانا. وطبعا ام عبده بقى ايه هي لها التكه بتاعتها واللمسه بتاعتها الاخرانيه في اكلها وحاجتها. مش كل الناس بتتفق يا ام عبده، مهما اعمل ما يبقاش زيك ابدا. الرز عواني. وهقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا فكوره انتوا وين؟ يلا حبيبي اهو. احط بقى فلفل اسمر واحط البهارات بتاعتي اللي انا بحطها للفراخ بتاعتي، واحط لها ملحها واحط لها ايه؟ التوابل بتاعتها، علشان خاطر انا ما بحبش اكشف على الفراخ بتاعتي وانا ايه؟ وانا بطبخها بصراحه. نعم. وده الطماطم بتاعتي اهي برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهسيب نقره طماطم بسيطه للفراخ بتاعتي. مع عبده مش عايزه فراخها تبقى ايه؟ تبقى حمرا. زي ما قلت لكم يا حبايب قلبي اهوت انا عامله التسبيكه ديت للايه؟ للمكرونه وللفاصوليا. شوفوا طماطم حمرا حاطط لها بقى ايه؟ معلقه صغيره فلفل اسمر اهي، وهدي لها غلوتين. انا سلقاها بماء. انا سلقه الفاصوليا بتاعتي هدي لها غلوتين على البوتاجاز بالتسبيكه بالفلفل الاسمر بملحها، وهطفي عليها عشان تعرفين هي مسلوقه. وطبعا دي ايه؟ ديت المكرونه بتاعتي اهيت، يعني نوعين مش نوع واحد اهي. شوفوا هم حتى كمان 3 انواع. شوفوا ام عبده عامله لنا جهزت لي حاجه
عامله لي من كل نوع يا بطست. والله لو اوريكم الثلاث انواع بتوع المكرونه. شوفوا النوع دي معوجه، وديت شوفوا خواتم، دي خاتم كبير ودي خاتم صغير على ايدي قد يزن ابني اهو. المكرونه دي هتتعمل ازاي؟ المكرونه دي مش هسلقها، المكرونه بتتعمل كذا نوع. في مكرونه بتسلقيها، ومكرونه بتعمليها بعرقها، ومكرونه التالتة ديت انا عمريش عملتها، انا شفت اللي هم عملته قدام مني عشان ابقى للامانه يعني. فديت المكرونه ديت هعملها بعرقها، مش هسلقها، هعملها بعرقها لانها كذا نوع مش نوع، 3 انواع في بعض. فاني هعملها بعرقها. هتعملها بايه يا علا؟ هعملها بشوربه، بتبقى جميله جدا 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 برضك، اكنها ايه، اكنها مسلوقه. تعالوا كده اوريكم بقى ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا الشوربه بتاعتي جميله جميله جميله. هنسيب بقى الفراخ بتاعتنا ما تستوي، وبسيب انا يا حبايب قلبي المكرونه اخر حاجه. ليه؟ لان المكرونه بتبقى عايزه تنزل مع البوتاجاز، تكون انت بقى محمره ومجهزه تاكلي على طول. فانا عما هحمر الفراخ بتاعتي هيكون المكرونه بتاعتي اتطبخت. فبقول لكم حبايب قلبي استنونا بقى وشاهدوا الفيديو من اول دقيقه لاخر دقيقه يا حبايب قلبي. وكذا كومنت كده من متابعينا المحترمين، من اخواتي وحبايبي واهلي وناسي، عايزه كومنتات كتير 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 ولايكات، وحطوا لايكات كتير حبايب قلبي، وادعوا لنا كده بربنا ييسر حالنا ويفك كربنا ويشفي رنات بنتي ويشفي كل مريض من مرضه. وانا بحبكم في الله يا احلى متابعين، واستنوني حبايب قلبي. زي ما قلت لكم انا حطيت شوربه وحطيت الصلصه بتاعتي اللي هي ايه دي بايه بعرقها، واحط المكرونه، ويا رب مكرونتي تطلع حلوه علشان خاطر دي 3 انواع مش نوع واحد. ام عبده بتبقى تعملها كلها نوع واحد، بس انا النهارده بقى هي حاطه لي ايه، عامله لي بقى بتقول لي هشوفك شاطره ولا خايبه. يعني انت ياما مش هتشوفيني شاطره ولا خايبه الا في المكرونه اللي حاطه لي 100 نوع. قالت لي اعملي لي المكرونه ديت وعايزاها تطلع زي ما الكتاب قال، وهيبقى براي مين؟ براي طبعا المتابعين. فبقول لكم ايه، شجعوني كده وادعوا ان مكرونتي تنصفني قدام مين؟ قدام امي. واقول لكم حبايب قلبي عندي ضيف جاي لي عزيزه على قلبي هيتغدى معانا النهارده. يا رب برضك الاكل بتاعنا دوت يعجب الضيف اللي جاي لي، ويا رب يخليهولي يا رب ويبارك لي فيه طبعا. فاشوفوا نحط بقى ايه المكرونه بتاعتي لما تعمل مع بعضها، وارجع اوريكم المكرونه. كده حبايب قلبي انا خلصت طبيخ، وتعالوا اقول لكم بقى المكرونه ما ردتش عليا والله للامانه، يعني للامانه عشان خاطر ايه، يعني انا صريحه معاكم وابقى معاكم صريحه. ما ردتش عليا المكرونه ليه يا علي؟ برضك ما ظبطتش معايا زي ما بتظبط معايا المكرونه ان هي المكرونه اللي هي العاديه اللي انا بسلقها. تعال الاول نحط الفراخ واوريكم المكرونه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد ابني حاطط لي ايده خايف من الزياده. تعالوا شوفوا كده، شوفوا المكرونه بتاعتي اهي، بس كذا نوع على بعضها. عشان كده انا بقول لكم بالامانه، يعني اني نصيحه بقى، نصيحه من اختي لاختها او لاخواتي وحبايبي، اما تيجي تطبخي المكرونه ما تطبخيش 3 انواع مع بعض، نوع واحد بس، بحيث ان انت تعرفي تطبخيه وتبقى عارفه القعد بتاعه وتعرفي تظبطي ايه المكرونه بتاعتك. بس انا بقى ايه صريحه معاكم وقلت لكم هي ما صحتش معايا، قلت لكم ادعوا لي، والفيديو بتاعنا لسه ما وصلش لكم عشان تبقى طبعا المكرونه تبقى كويسه معايا وتبقى مظبوطه 100%. بس يلا خيرها بغيرها تتعوض مره ثانيه. وده بقى ايه، حطيت ملح وحطيت نطره كمون في الطاسه بتاعتي وانا بحمر. ليه؟ عشان خاطر الفرخه بتاعتي ما تلزقش معايا في قلب اللحوق بتاعي. الملح والكمون بيخلي الفرخه بتاعتي مزحلقه معايا في اللحوقي وما تلزقش معايا ايه وانا بحمرها. يلا نحضر غدانا ونشوف غدانا حبايب قلبي. ودي كان فيديونا النهارده يا احل واعز واغلى متابعين في الدنيا. شوفوا الشوربه بتاعت الفراخ بتاعتنا صفرا وجميله ازاي، وده الفاصوليا بتاعتي اهيت، وده الفرخه بتاعتي حمرتها، وده الرز، وده المكرونه اللي قلت لكم انا ما اتنصفتش فيها. دي كان غدانا النهارده حبايب قلبي. دي البطل بتاعنا طبعا الفرخ. تعالوا اتغدوا معانا اكله هنيه تكفي مني. وبقول لكم ايه، تصبحوا على فيديو جديد يا احلى متابعين ام عبده، والسلام ختام، واستودعكم الله الذي لا تضيع فيه ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.